السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلى على الحبيب، قلبكم يطيب يا أحلى اخوات في الدنيا، ما تحرمش منكم. كل سنة وانتم طيبين، والله يا رب أشوفكم بخير وكل بصحة. يلا شجعونا، حطوا اللايك وصلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ايه رأيكم يا حبايب قلبي؟ بسم الله ما شاء الله، الطقم ده جديد. هتقولوا جايبه الطقم ده منين يا ام شيماء؟ شوشو عجبها قوي الطقم ده. فالطقم ده حبايبي من اللي هو بيبقى محطوط في شنط عاديه. فانا قلت لها يا بنتي انا بحب اجيب للعروسه حاجه يكون في الكرتون، بس بامانه احلى مفاجاه. انا فتحت الطقم، خامته جميله جدا، بسم الله اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله، خامة جميلة وقطن جميلة يعني. وبسم الله اللهم صل على سيدنا النبي، ورسمتها جميلة والخامة حلوة. جت قالت لي يا ماما والنبي انا عايزاها، قلت لها لا. خدت منها 3 اطقمة بصراحة حبايب قلبي، وقلت لها لا انا لازم اجيب لك حاجة حلوة، وانت هتبقى عروسة جديدة، وانا برضك لازم انا ابقى ايه ام وعندي حاجة شيك كده عشان ما يجي لي ضيوف، يبقى عندي حاجة حلوة يا شوشو وتفتح النفس. ما كله في وشك بقى يا شوشو. قعدت ايه بقى ضحكت عليها بكلمتين حلوين كده. لا يا ماما انا عايزاهم وجيبي لي كمان. قلت لها يا روح قلبي هجيب لك اللي انت عايزاه، بس حاجه تكون شيك، ترفع راسك، وحاجه تبقى جميله، وحاجه العم. بس بامانه يا حبايب قلبي، دي طبعا النهارده الكراسي بتوعنا يا حبايبي 3 كراسي بس، دول بتوع فرحي كانوا باظوا وصلحتهم زي ما انتم شايفين. حطينا الخامات دي عليها زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي، والفرش بتاعهم بالصبن. ودي طبعا انا مصبناه برضو يوم الجمعه. اه والله الفرش ده الاسفنج ده اللي جواه اسفنج. الفرش ده انا مصبناه يوم الجمعه اللي فاتت، والنهارده برضو صبنا سبحان الله. والفرشه دي شاريها فرداني، اللي هي الستاره قصدي دي، شاريها من واحده جارتي. بتقول لي يا بنتي انا عندي ستاره حلوه، ستارتين، الستاره اللي هي في مدخل البيت والستاره الحلوه اللي انتوا شايفينها دي. قالت لي يا بنتي تشتريها، قلت لها وماله بكام؟ قالت لي ب100 جنيه. قلت لها هاتيها وماله، كل حاجه في البيت حلوه يا حبايبي. الفلوس ما بتعملش حاجه، النظافه والحاجه بتجيب الطاقه الايجابيه وبتدي وبتحوش الطاقه السلبيه. كل حاجه وربنا يوسع عليكم زي ما انتم شايفين حال بيتنا كده، والحمد لله على كل حال. بس ربنا يروق بالنا ودعواتكم ما تنسونيش من الدعاء، مش بالشفاء، وربنا يشفي بنتي ويروق بالها وبال عيالنا وعيالكم يا رب، ويروق لنا الحال يا رب. والله يا حبايبي انا فرشاها كده من الصبح، وقلت بقى ايه والله سبحان الله، قلت لنفسي الصبح افاجئ حبايبي، بس هما معلوش بيشجعوني اعمل ايه ام شوش واعمل ايه ام قصي. قلت يا بنتي صوري كده اما الجو يروق كده. وطبعا انا حاطه هنا على الارض دي بلاط زي ما انتم شايفين بتاع زمان اهو، حاطه هنا على الارض اسمها ايه السجاده اللي هي الحافظ الخفيفه دي، لسه يعني الجو ما سقعش قوي. فاهمين؟ زي ما انتم شايفين كده بيتنا بسيط وجميل ونعمة وفضل من عند ربنا. يا رب يدوم النعمة والستر علينا احنا وانتم وعيالنا وأمة محمد. وطبعا كنت في المنصورة برضو، مش كل حاجة بجيبها مرة واحدة يا حبايبي، ما نكذبش على بعض. كنت بجيب برضو المناديل الغالية، وبجيب المناديل ديت الاتنين ب15 جنيه، مش حاجة غالية، حاجة حلوة في البيت. التانية كنت بجيبها بكام و30 وكام و40، شوية كده وشوية كده والأمور دي. طبعا يا حبايب قلبي مصحف، مصحف حبايبي واحدة صديقتي عطيهوني، بس ايه بقى كان جوزها بيحطه على الفرن. بسم الله، جوزها كان بيحطه على الفرن منه، كان بيشوي بيعمل سندوتشات وكده، بس هو مش حرام، وكان بقى غصب وكده زي ما انتم شايفين. وبقرأ فيه برضو هم بياخدوا أجر عليه زي ما انتم شايفين كده. بسم الله اللهم بارك، اللهم صل على كامل النور. شايفين يا حبايب قلبي؟ زي ما انتوا شايفين بقى يا حبايبي، دي الحافظه اللي بقول لكم عليها ان تانياها عشان على قد مسافه الحته. واما الجو بيسقع بقى نجيب هنا شريط او بجيب سجاده وبقسمها زي ما انتوا شايفين هنا كده، زي ما انتوا شايفين اهوت. وانا جهزت بقى العشاء بتاعي عشان معرفش اتغدى الظهر. عندنا كبد وقوانص كده. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا النبي. ما شاء الله، دي جوفيه واحده ما شاء الله كبيره اللهم بارك. ودي خياره واحده حته مخلل من البيت. ودي كبد وقوانص من البيت برضك بتاعت فراخ. ماشي، تعال بقى اتفضلوا معانا، ويا رب اشوفكم كده على خير وسعاده ورضا ويقولش بالليل اصلا اللي ايه رغيف او نص رغيف. فطبعا مفيش عيش من اللي هو التاني ده بلدي. هناخد رغيف، ممكن اخد 2 بصراحة، اللي هو الفينو. ماشي، اتفضلوا معانا. يا دوب بس اخد الحقنة واخد علاج المعدة والضغط وكده واظبط اموري، والله المستعان. واشوفكم على خير يا احلى اخوات في الدنيا كلها، وشجعوني.
انا قلت كده اخد رايكم معايا عشان تشجعوني وما تدعوش، ما تنسوش دعواتكم لاخواتنا في فلسطين وفي غزه، ربنا ينصرهم ويفك كروبهم على اعدائهم يا رب. ربنا ينصرنا على الاعداء الدين وعلى الصهاينه يا رب العالمين، ويا رب يفك كروب الامه الاسلاميه وكروبنا. اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. وطبعا الصبح والله نفضت الشبابيك ديت، انا قمت النهارده اشجعت، نفضت السرير زي ما انتوا كده شايفين لوح السرير والشبابيك زي ما انتوا شايفين حاجه؟ ما فيش شايفين حاجه اهو ما شاء الله. نفضت شبابيك من جوه ومن بره وروقان روقان. ولسه بقى الصلاه هبقى اوريها لكم مره تانية، والاوضه التانية بقى خليتها تحفه. لو حبيتوا في الكومنتات وفيديوهات يعجبكم وشجعتوني وعايزين تشوفوا الاوضه التانية هوريها لكم. بصراحه بقى فرشت عليها مفرش جميل وبسم الله ما شاء الله. يلا سلام عليكم، ما تنسوش من دعواتكم، واشوفكم بخير وسنة سعيدة عليكم، وربنا يفك كربنا وكربكم ويكبر بخاطركم. ما نتحرمش منكم ابدا ابدا يا احسن متابعين في الدنيا، احسن اخوات والله. ربنا يرضى عليكم ويكبر بخاطركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.